اهي هوريها لكم برضو من جوه. هي بتتقدم كده على طول من الصينيه كده على طول، تاكلوا منها زي ما انتوا عايزين. اهو كلها شوكولاته في شوكولاته طبعا، جميله جدا ما شاء الله. لكل عاشق الشوكولاته ياكل بقى منها ايه، احلى اكل. شكرا لكم يا حبايبي، مع السلامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب كلكم تكونوا بخير، وحشتوني جدا. عشان في يومين ما نزلتش فيهم حاجة، وحشتوني جدا جدا. النهارده هنعمل حلي مع بعض كده بارد بس جميل جدا لعشاق الشوكولاته. برضو بحب جبن، انا بحب الشوكولاته جدا، فانا بحب اعمل كل طريقه ليها بالشوكولاته. اي حلي ليه بالشوكولاته انا بحب اعمله، وبحب اعرفكم بيه برضو لعشاق الشوكولاته زيي. النهارده هنعمل حلي بارد كده مع بعض، بس حلي سريع جدا وبسيط وسهل، وهيعجبكم جدا. وان شاء الله تطبقوه وتعملوه وتقولوا لي ايه رايكم فيه. مكونات بسيطه وسهله واقتصاديه وعندنا في البيت. عندي هنا 3 كوبايات لبن بدرجة حرارة المطبخ، 3 كوبايات لبن عادي. وعندي هنا نص كوباية دقيق، وعليهم كمان نص كوباية سكر، ونص كوباية كاكاو خام، نص كوباية كاكاو خام. وعندنا كمان فانيليا، نحط رشة فانيليا عليهم. دي المكونات البسيطة. بس احنا هنعمل الحلي ده من 3 طبقات، هنشوف مع بعض دلوقتي الحلي ده هيبقى ازاي، وان شاء الله يعجبكم. يلا نطبق الوصفة مع بعض. عندي كده وفي بولة ناشفة هجيب كل المواد الجافة ننزلها مع بعض. هننزل نص كوباية الدقيق، وكمان نص كوباية السكر، وعندي كمان نص كوباية الكاكاو، ورشة الفانيليا. وهنقلبهم مع بعض كده، كل المواد الجافة دي مع بعض كده. اول نخلطهم كده مع بعض كلهم. اهو هننزل بقى ايه، ننزل اللبن عليه وبرضو نقلبه معاه. دول 3 كوبايات لبن بنفس الكوبايات اللي احنا معايرين بها المكونات بتاعتنا. دي الطبقة الاولى. هندوب بقى كده فيها اللبن مع الكاكاو والسكر والدقيق. ندوبه كده، نحاول ندوب كده لحد ما كل المكونات معانا تدوب. وبعد ما دوبنا كل المواد مع بعضها اهو، هنجيب بقى الحله اللي هنرفع فيها على النار، وننزل فيها الخليط دوت في مصفى كده، عشان طبعا بيبقى فيه تكتلات زي ما انتوا عارفين. هنصفيه. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات خالص. اهو ما انتوا عارفين ان الدقيق بيبقى فيه تكتلات وكمان الكاكاو. احنا كده صفيناه خالص. هنرفعه بقى على النار. نرفعه على النار لما الدقيق لما الخليط كله يتقل معانا. خليكم معايا يا حبايبي. وعلى نار هاديه كده على النار هنقلب الخليط بتاعنا ده لحد ما يتقل معانا. نحركه كده لغايه ما يتقل. واول ما نحس ان هو تقل معانا هنحط له قطعه من الزبده وقطعه من الشوكولاته. قطعه من الشوكولاته دي اختياري، اللي يحب يحط. اللي عنده شوكولاته يحط، اللي ما عندوش مش مشكله عادي، هو كده حلو قوي. بس اي قطعه شوكولاته، مش شرط شوكولاته معينه. هنقلب لحد ما الخليط معانا يتقل، وننزل عليه قطعه الزبده. وبعد ما الخليط ابتدى يتقل معانا زي ما انتم شايفين كده اهو، نفضل نحرك فيه، ما نسيبوش ابدا لحد ما يتقل معانا كده عشان ما يعملش كلاكيع. وننزل قطعه الزبده، وكمان قطعه شوكولاته. اللي يحب شوكولاته طبعا يحط فيها اي نوع شوكولاته. انا حاطه هنا شوكولاته خام، اللي يحب يحط شوكولاته فيها سكر عادي، ما فيش فيها اي مشكله، اي قطعه شوكولاته عندكم. وندوبها لحد ما تدوب فيها كده اهو. ونكون بقى محضرين قالب صينيه اي حاجه
بايركس او صينيه المونيا عادي، اي قالب عندنا موجود نبطنه بالدقيق الدقيق العادي النسكوك او اي دقيق، اي نوع دقيق عندنا نبطنه بيها كده وننزلها عليه عشان هندخلها التلاجة. خليكم معايا اهو. جبت صينيه وبطنتها بالكاكاو، وعندي اهو الخليط بتاعي بعد ما رفعته من على النار. هقلبه بس كده، نديه بس تقليبه كده وننزله في الصينيه بتاعتنا ونسيبه يهدى خالص ويبرد وندخله التلاجة عشان يفضل ايه الطبقه الاولانيه دي تتماسك مع بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بقى كل الخليط بتاعنا. صينيه مقاس 24 اهو. الوصفه دي جميله جدا وهتعجبكم ان شاء الله، لكل عاشق الشوكولاته. اللي بيحب الشوكولاته طبعا هيعملها على طول وهتعجبه جدا. نفردها بس كده. عشان ما تعملش طبقه من الوش من فوق كده، عندنا اي كيس نايلون او اي بتاع ورق استرتش ننزلها بس عليها كده وندخلها بقى التلاجة لحد ما تمسك ايه نفسها، ونعمل مع بعض الطبقه التانية. هنعمل بقى الطبقه التانية مع بعض الكريم شانتيه. انا عندي هنا ايه مقادير الكريم شانتيه. عندي كوبايه كريم شانتيه اللي هو الخام اللي من غير سكر، وعندي كوبايه سكر عاديه من اللي هي الحبيبات عاديه خالص، وعندي كوبايه لبن مثلجه كنت حطاها مثلجه محطاها في الفريزر عشان تبقى ساقعه والتلجه كده عشان نضربها مع الكريم شانتيه ويمسك ويبقى جميل. دي الطبقه التانية بتاعتي. هضربها بقى وارجع اوريها لكم تاني، ننزلها على الطبقه الاولانيه عشان نعمل ايه الطبقه التالتة. وبعد يا حبايبي ما خرجت من التلاجة وسقعت اهي، بسم الله ما شاء الله، بقت بردت خالص وبقت ماسكه نفسها. وعندي كمان الكريم شانتيه بعد ما ضربته وسبته كمان يسقع في التلاجة عشان يمسك نفسه اكتر. هنزل بقى الكريم شانتيه الطبقه التانية بتاعتنا دي، هنزلها على الصينيه كده وهفرده عشان نعمل بقى الطبقه التالتة الاخيره، تبقى جميله جدا ما شاء الله. الصينيه دي روعه روعه لكل عشاق الشوكولاته زي ما قلت لكم، هتعجبكم جدا. هفردها انا بقى كده ونعمل مع بعض الطبقه الثالثه. خليكم معايا يا حبايبي. وعند الطبقه الثالثه بقى هنعملها اسهل طبقه فيهم واجمل طبقه فيهم، بسم الله ما شاء الله، بتبقى زي الشوكولاته بالظبط، جميله جدا. عندي نص كوبايه سكر، ونص كوبايه كاكاو خام، ونص كوبايه زيت، ونص كمان كوبايه حليب او لبن. في الخلاط طبعا عندنا هننزل الحليب بتاعنا عليه، نص كوبايه الكاكاو، ونص كوبايه السكر. الزيت طبعا انا هضرب ده الخليط ده مع بعضه، وهنزل الزيت واحده واحده عليه لغايه الخليط ما يتقل. مش هنزله الزيت عليه على طول كده، لان انا عايزه الخليط يتقل معايا واحده واحده، والزيت لما ينزل عليه واحده واحده بيبقى بيخلي الخليط حلو وبيتقل معايا. هضربه وارجع اوريه لكم تاني. يا حبايبي بعد ما ضربته في الخلاط زي ما انتم شايفين بقى بسم الله ما شاء الله ماسك جدا اهو، وخليط تقل معايا. هنزله بقى على طول على الطبقه الثالثه بتاعت الصينيه بتاعتنا الحلي البارد ده، جميل جدا ما شاء الله. هنزلها عليها ونفردها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. كده خلصت اهي معانا، بسم الله ما شاء الله، جميله جدا طبقاتها والله العظيم روعه. لو جربتوها هتعجبكم جدا جدا. قلت لكم لكل عاشق الشوكولاته اللي بيحب الشوكولاته يقوم يجري يعمل الصينيه الجميله دي. طبعا ممكن نزوقها، ممكن نسيبها زي ما هي كده. انا عندي كان شويه فول سوداني، ممكن هنحط لها كده على الوش منهم كده نزوقها بيهم. اي تزويق عندكم، اي مكسرات، اي حاجه موجوده عندكم تقدروا تحطوها كل حاجه براحتكم يعني. انا عندي كده شويه مكسرات كده حلوين اهو. وعندي كمان بندق مبشور، ننزل كده عليها كده، هي كده جميله قوي وطعمها خطير خطير، وكلها شوكولاته طبعا زي ما انتم شايفين، طعمها جميل جدا. يا رب النهارده تنول اعجابكم،
وما تنسوناش في اللايك كده يا حبايبي، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وتقولوا لنا ايه رأيكم بقى في التعليقات في الصينية الجميلة دي، ومين اللي بيحبها وهيعملها يقول لي برضو. بس ما تستخسروش فينا اللايك يا جماعة، احنا والله بنتعب عشان نقدم لكم احسن حاجة عندنا. فيا رب والنبي ان شاء الله ما تنسوناش في اللايك، وتنسوناش في دعواتكم، ونشكركم جدا. وشكرا لكم يا حبايبي، مع السلامة.